السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صل إزيكم يا على اخواتي محمد. عاملين إيه؟ عليه الصلاة والسلام، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. نازلة لكم بفيديو ملغم مليان بكل التفاصيل إن شاء الله. الفيديو ينول إعجابكم إن شاء الله بإذن الله. النهاردة هنعمل محشي كرنب، وهنعمل صينية المشكل، وهنعمل بإذن الله البطة المحشية، وبكل تفاصيل الفيديو إن شاء الله. معلومات كتيرة خالص هتستفادوا منها إن شاء الله في الفيديو بكل التفاصيل. داخل علينا رمضان، كل سنة وانتم طيبين. اللي عايز يعمل بط، اللي عايز يعمل محشي، اللي عايز يعمل حاجة جديدة أول يوم، إن شاء الله الفيديو فيه تفاصيل كتيرة خالص. طبعا معانا الفيديو، اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير واعملوا لنا متابعة، علشان قناتي لسه صغيرة عايزاها تكبر بيكم بإذن الله. نبدأ الفيديو نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا بطاية، بسم الله ما شاء الله، يعني دكر بط اللهم بارك. حاجة حلوة ونظيفة اديكم شايفين. نغسله كويس خالص خالص خالص، وبعد ما نغسله هنسيبوه شوية في المية. عندي هنا ما شاء الله كرنبتين كبار، يعني مش كبار، هما كرنبتين وسط. هنعمل خلطة للمحشي بإذن الله هتعجبكم خالص. أنا حطيت هنا حلة فيها المية طبعا لتحضير البطاية، ورميت فيها طبعا ورق اللورة وكبيبة، ورميت فيها طماطمية مقطعاها، وادي فلفل كمان. أي حاجة عندك نرميها في المية دي علشان تغلي وتدي معانا الطعم الكويس. وعندي هنا الفريك، يعني ما شاء الله كنت مليناه لي اكتر من ساعة، بعد ما غسلته كويس خالص لينته، وهو يعتبر طري معانا شوية. عندي هنا معلقة سمنة كبيرة في الحلة، وهندوا الفريك ان شاء الله قلبتين تلاتة كده، مش هياخد معانا وقت لان انا مليناه، فمش هياخد معايا وقت خالص. وممكن نستبدل الفريك ده برز، يعني انت مش حابة الفريك ممكن تستبدليه برز. عايزة تعمل البطاية على كده تكتفيها وتحطيها في المية على كده من غير حشو، برضو ما فيش اي مشاكل. عندي هنا طبعا الكرنبة، انا حطيت لها طبعا مية على النار. فهنا طبعا بنطلع الورق الاخضر اللي ملهوش لازمة معانا. طبعا هنطلع الورق بتاعها زي ما انتم شايفين. اللي تقول لك مثلا تنزل لك على النت، لا ده قطعيها مربعة، ربعيها قطعيها مربعات وهتطلع معاكي زي الفل. فيش الكلام ده خالص. الكرنبة طبعا بتبقى سبحان الله وتعالى، يعني ان هي جاية من الكبير للصغير للصغير لغاية ما بنوصل للقلب بتاعها الصغير خالص. مفيش قولة ان انا اقطعها 4/4 او الكلام ده كله واسلقها وتطلع لي زي الفل. احنا على حسب ما متعودين من ايام زمان بنعمل الطريقة دي، وخليكي ماشية عليها ومش هتاخد معاكي وقت بإذن الله. طبعا هنا الفريق زي ما شفتوا كده عدى الفيديو معايا شوية. حطيت له شوية التوابل، وطبعا وزودتها بشوية مية، وسبتها على النار لغاية ما تاخد نص سوا معايا الفريق، مش هياخد وقت عشان كنت طبعا مليناه قبل كده. عندي هنا البطاية ما شاء الله انا هنا نضفتها كويس خالص. وطبعا بنشيل هنا الرقبة بتاعتها، عشان طبعا لما نحشوها ما تبقاش دي متصدرة معانا فين في الحلة والكلام ده كله. يعني بص البطاية بسم الله ما شاء الله بياض غسيل. وطبعا كمان لو ما عايزاش فيها اي زفر ولا اي حاجة، زي ما نزلتها لكم قبل كده في الفيديوهات، شوية دقيق وفي شوية مية وتسيبيها شوية، وشوية ملح كمان، يا سلام. لو ليمونة كمان بسم الله ما شاء الله هتلقيها بنفس اللون اللي انت شايفاه ده. نضفتها كده كويس خالص. طبعا عندي هنا المصفاية اللي هطلع فيها ايه، ورق الكرنب. ورق الكرنب يا حبايبي عشان يطلع معاكم حلو ويطلع معاكم تمام. في ناس بتشتكي طبعا ان ورق الكرنب بيبقى طيب زيادة عن اللزوم مهري، وبتبقى الرزاية مثلا نية، او العكس الرز مهري والورقة نية. فاحنا هنا ما نهريش الورقة زيادة عن اللزوم، نديلها 10 دقايق بس. المية هنحط لهاش غير شوية ملح بس. تمام. طبعا انا هنا برضو سبكت التجلية، انا مش عايزة اطول عشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل زيادة عن اللزوم.
عندي هنا شوية تتبيلة والملح. طبعا بمشي على البطاية كده من جوه على اللحم من قبل ما احشيها، بدهنها خالص شوية ملح من صلي جوه على محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا هنا بحشيها فريق زي ما انتم شايفين. زي ما انا قلت لكم، عايزة تستبدل الفريق ده برز مفيش مشاكل، يعني عايزة تحطيه على كده مفيش مشاكل. في ناس بتحط لها طماطمية على كوساية على جزرية، كل ده متقطع جواها وتمام وبيمشي الحال برضه. يعني الأكلة دي ما شاء الله هتنفع معاكي أول يوم رمضان، يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. أتمنى تعملوا لي الاشتراك والمتابعة في القناة حبايبي عشان قناتي تكبر بيكم، عشان برضو فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إن شاء الله كل جديد. عندي هنا اللي خلاص حطيت البطاية واسيبها تستوي كده خالص مع نفسها. وعندي هنا برضو الكرنب خلاص، انا في اواخر الكرنب، انا يعتبر سلقت 3/4 الكرنبة وخلصتها كمان. عندي هنا شوية مية في طبق غويط، شبت، كزبرة. ما بحطش بقدونس، ما بحطش بقدونس خالص، ما اعرفش ليه. يعني انا طول حياتي ما بحطش بقدونس في الكرنب ولا المحاشي خالص. انا ما بحطش غير الكزبرة الخضراء والشبت، وحاجة كده تكون طازة زي ما انتم شايفينها لونها بسم الله ما شاء الله. عندي هنا خلاص يعتبر التسبيكة بتاعتي جاهزة. وهنا خلاص يعتبر خلاص خلصت الكرنب. عندي هنا طبعا الخلطة بتاعتي، انا بكتر كزبرة. حط كزبرة على قد ما تقدر. يعني بصي، هي اهم حاجة في التتبيلة الكزبرة وشوية الثوم وربطة الشبت. وان شاء الله هنظبطها ملح ومرقة، وفي غنى عن المرقة الناس اللي ما بتحبهاش. يعني لو تلاحظوا هنا انا حاطة هنا كزبرة كتير، الكرنب بيحب الخضرة الكتير. هقلبهم كويس خالص. حطيت الرز على الني، الرز على الني ما يتحطش كده على النار، لا كله ني في ني زي كده خلاص. حط هنا تتحكم الصلصة، وهنا اهي التومة. حطيت المرقة والملح، قلبتها كويس خالص. حضرت هنا الحلة بتاعتي اللي هلف فيها الكرنب. هنا هقطع الكرنب زي ما كل الناس بتقطعه. يعني بص، احنا بنمسك كده الكرنبة وبنطلع الفرع اللي فيها، وبعدين بنقطعها زي ما كلنا بنقطعها على ايام ست وستك وامي والكلام ده كله. هنا خلاص انا قطعتها، ما حبيتش اطول في الفيديو زيادة عن اللزوم. وهنا كمان لفينا المحشي. هنا عندي خلاص البطاية بسم الله ما شاء الله، قلبتها على الناحية التانية عشان برضو تاخد سواها على الناحيتين. وهنا بسم الله ما شاء الله خلاص استوت معايا خالص. ما تنسوش اللايك حبيباتي والاشتراك في القناة. قناتي لسه صغيرة ونفسي تكبر بصراحة، ونفسي توصل لكل الناس. عندي هنا خلاص شوية صلصة كده من الصلصة المتسبكة طبعا، ودهنتها خالص وهحطها في الفرن. عندي هنا حلة الكرنب زودتها من الشوربة، وفي ناس ما بتحملش الشوربة مش مشكلة، ممكن تزوديها مية. وحطيت مرق الدجاج، وطبعا معلقتين سمنة بلدي، سمنة هولندي، زبدة، اي حاجة دي اللي بتديني اللمعة وبتديني الكرنب المظبوط. عندي هنا صينية المشكل بسم الله ما شاء الله. يعني في ناس كتيرة ما تعرفش يعني ايه صينية المشكل. صينية المشكل دي عبارة عن كوسة وجزر وبطاطس وفلفل وطماطم وبصل، يعني بسم الله ما شاء الله من كل حاجة معاكي تعمليها الصينية دي. وبيبقى عندك الكزبرة الخضراء، برضو بتقطعيها فيها كزبرة خضراء
يعني بسم الله ما شاء الله، والله صينية بتديكي طعم من كل حاجة. بس عندكي هنا الجزر بيتقطع صل رهيف على خالص محمد. عليه الصلاة والسلام، ما بيبقاش سميك لان بيستوي بصعوبة طبعا، مش زي البطاطس وزي الكوسة، فبياخد وقت اكتر، بتقطع الشرايح اخف يعني. عندي هنا غسلت البطاطس كويس خالص، وبعدين هنديهم قليبة كده مع بعض. كمان معلقة تومة، اي توابل عندك حطيها، فلفل، كزبرة، كمون، اي حاجة حطيها. وادي صينية المشكل زي ما انتوا شايفينها اهي خلاص. حطيتها في الصينية وبضرب شفشف طماطم، وبضيف الطماطم عليها كله ني في ني، الطماطم مش مستوية، كله على الني. وبعدين في الوش كده بقطع اللي هي الطماطم شرايح، وبعدين بحط لها الكزبرة وخلاص بزودها شوربة وبحطها على النار. عندي هنا الملوخية الخضراء، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يعني. كده هنا خلاص الكرنب، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، كده جاهز عندي. عندي هنا الشوربة هنزلها على السخن عشان خاطر الملوخية الخضراء. بعد ما اقلبها كويس خالص هحضر لها التومة الطشة بتاعتي. بعدين هفضل اقلب فيها خالص وهطشها واسيبها 10 دقايق على النار، علشان الريمة دي مش هلقالها اي اثر، هي عشان لسه مقلباها. هنسيبها 10 دقايق على النار لغاية ما تستوي وتاخد معايا فرتين. عندي هنا بسم الله ما شاء الله خلاص الكرنب جاهز، والملوخية وصينية المشكل، اللهم صل على النبي. يعني حاجة اللهم بارك. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو حتى لو بمعلومة بسيطة خالص. جربوا صينية المشكل وإن شاء الله هتدعولي، هتعجبكم خالص في الطعم. عندي هنا الكرنب، اللهم بارك، اديكم شايفين بالوحدة مفيش حاجة لازقة في الحلة، يعني بسم الله ما شاء الله، والطعم حكاية، اللهم صل على النبي. وعندي البطاية هنا حمرتها، احنا بنحبها محمرة زيادة عن اللزوم، حمرتها تحت الشواية وكده بقت جاهزة عندي. وكده خلصنا كل التفاصيل اللي في الفيديو. يا رب الفيديو حبايبي يكون عجبكم اخواتي، ما تنسونيش باللايك، ما تبخليش عليا بالمتابعة، ما تبخليش عليا بتعليق حلو يكون زيك. ان شاء الله ان شاء الله القناة تعجبكم وهنزل لكم فيها كل جديد، وكل سنة وانتم طيبين.